بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي لا جيت العرب لا تجيديش، للشاعر صقرا صافي يرحمه الله. وقصة هذه القصيدة أنه كان الشاعر صقرا صافي ومعه صديقه ونسيبه عبد الله النويهض، وأيضا ابن صقرا صافي واسمه علي يرحمهم الله جميعا. كانوا جايين من العراق، وكانت معهم بضاعة مهربة، لأن ذاك الوقت كان في تهريب، وكانت أيام الحصار البريطاني على الدولة العثمانية. فأرادوا أنهم يمسون الليل قبل ما يطلعون من العراق، فأمسوا بجانب بيوت شعر من القبائل العراقية، ولا كانوا ودهم أن أحد يسمعهم حتى ما تسرق بضاعتهم، لأن كان السرق كثير في ذاك الوقت. المهم، كان ذاك اليوم يوم عيد، وافق أنه يكون يوم عيد. ناموا في الليل ولا يسمعون ما يسمى بالتهويسة العراقية، حفلات تقيمها بعض البيوت الشعر. فكانت فيه حفلة، وكان صوتها يصل إليهم. فتهيض ابن صقر صافي اللي هو علي، وقال أبغى أروح للحفلة وأستمع وأتونس معاهم. قال له أبوه لا تروح حتى ما تسرق بضاعتنا ويدرون إن حنا موجودين. المهم الولد أصر إلا أنه يروح، فقام بغسل شعره رحمه الله وذهب للحفلة. ثم رجعوا لديرتهم، وقام علي في يوم من الأيام يسولف لأخوياه ويقول لهم أنا شفت كذا وكذا، وكان أبوه منسدح جنبه على فراشه وما يدري أن أبوه يستمع له. فلما أبوه سمع هالكلام هذا منه، قام وقال القصيدة المشهورة، ويقول صقرا صافي فيها الله يرحمه: يا علي خلى العيد لم الدناديش، اللي تفرق كل يوم من جسدها، تبغى تماري ناقضات العكاريش، في كل ملفاح تنقض جعدها. العيد عيد الله ولو فات حتيش، من حسبة أيام يمرك عددها، نبي نعلمك المساري على الجيش، تمشي ذلولك لين يفتر جهدها. خابرك ما انت بضاري إلا المطاريش، نبيك تونس حلوها من نكدها. ليله على مسرى وليله مغابيش، وليله نخلي نومها من رقدها، وليله على تمره وليله على عيش، وليله نوكلك الشحم صيد يدها. يا علي لجيت العرب لا تجيديش، خبلن اللي جاب السوالف سردها، احفظ لسانك لا يجي فيه تبطيش، تصبح عيونك كايدات رمدها. يجيك من ينشدك نشدة تقتيش، يبي يسنع هرجة يعتمدها، خله يقوم مفلة في يده ريش، يروح منك وحاجته ما وجدها. ترى دعابيل الخبور الفوانيش، تبدي بما فيها ولحد نشدها، يجيك واحدهم يورش توريش، عجاجته يسبق مطرها راعدها. ولا العمقات السوالف مناقيش، قراية الكلمة على أول عددها، تجي سوالفهم بضحك وتبهيش، وقلوبهم محدن يفكك عقدها. وسلامتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.